السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد. فيديو رائع جدا. غدا نوجد معكم واحد الكريم طبيعي لإزالة الكلف والبقع من البشرة والبقع الغامقة كذلك، بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت. إذا كنتوا أول مرة غادي تشوفوا قناتي ما تنسوناش من الاشتراك واللايكات. اللايكات خوتي، لأن الفيديو بلا لايكات ما كيسوى حتى حاجة. مرحبا بكم في قناتي سائدك، وعلى بركة الله نبداو الفيديو. في البداية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. غادي نحتاجو لها في المكونات الحلبة، وما أدراك من الحلبة. غادي نحتاج من الحلبة 2 معالق كبار، ممكن أنكم ديروا نصف الكمية فقط. أنا هنايا درت كما قلت لكم 2 معالق. الحلبة تعالج كل مشاكل البشرة وتزيل البقع والكلف وتزيل كذلك النمش. غادي نحتاج كذلك واحد القصرونه هنايا باش غادي نحط فيها 2 معالق ديال الحلبة اللي طحنتها. كما قلت لكم انا هنايا راه عبرت 2 معالق كبار، ممكن انكم ديروا نصف الكميه. كما قلت لكم راه 2 معالق هي هما هذوك. غادا نضيف ليهم واحد الكأس ديال الماء. مكونات ساهلين وبسيطين موجودين في كل بيت باش اننا نهتموا بالبشره ديالنا. خوتي خواتاتي، غنحركوا هاد العناصر ديال الحلبه والماء باش يتخلطوا مزيان، وغادا نضيفوا كذلك نصف ملعقه من الكركم. الكركم هو مضاد للالتهابات، كذلك يزيل البقع ويبيض البشره. هادو مكونات طبيعيه، ولكن بطبيعه الحال الكركم ديال العود اللي كيتطحن على يديكم او انكم تشوفوه عند العطار كيطحنوا لكم. غادا نضيف كذلك ملعقه من الارز الابيض العادي. غنخلط هاد العناصر، والارز راكم عارفين انه كذلك يبيض البشره ويزيل البقع. نخلط هاد العناصر كامله وغادا نحطهم على نار لمده ما بين 5 دقائق 8 دقائق. مع التحريك دائما كنبقاو مره كنبقاو نحركوا هاد المكونات كامله اللي حطينا في الكاسرول، ونخليها حتى تغلى كما قلت لكم ما بين 5 دقائق 8 دقائق على نار هادئه. وغادي نمشيو للمرحله المواليه ان شاء الله. من بعد ما مرت 8 دقائق انا حيدت هاد الكاسرونه ديالي على العافيه. وانتم لكم الاختيار، ممكن انكم غير تبقاو تخلطوا مزيان وداك الارز كيبقى يتمعس يتخلط مع داك المحلول ديال الحلبه وهذا، او انكم دوزوا الميكسور. انا فضلت انني ندوزو في الميكسور. طحنته في الميكسور عاد باش انني خديته باش انني انتم شفتوا الشكل ديالو هنايا كي داير. هنايا صافي كنطفي البوطه ديالي، كنطفي عليه النار صافي. كما قلت لكم ممكن انكم غير تبقاو التحريك او انكم دوزوه للميكسور. فوالا هو سخون، انا دوزته في الميكسور. من بعد البنات هزيت صفايه وقمت بالتصفيه ديالو. هذه هي المرحله شويه اللي متعبه، ولكن ما متعباش الا كنتي غادي تهتمي بالبشره ديالك والجمال ديالك، فهي ماشي متعبه. صافي كنقوم بالتصفيه ديالو وكنحيد هذوك الحبيبات ديال الارز الغلاظ او مع الحبيبات الغلاظ ديال الحلبه، يعني ما بغيتهمش انا يبقاو ليا في داك المحلول الكريمي اللي انا غادا ندير. صافي غنبقى على هذا المنوع حتى كنكمل الكميه.
هنايا البنات باش نسربي الفيديو باش نسالي غادي نمشي معكم المرحله المواليه. هذا هو الشكل ديالو، كي كيجي الشكل والقوام ديالو. هنايا البنات كنضيفوا انا ضفت هنايا ملعقه كبيره من زيت الزيتون. ممكن انكم تضيفوا زيت اللوز الحلو، اللوز الحلو. انا هنايا ضفت زيت الزيتون. الا كان عندكم اللوز الحلو، زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو نضيفوا. صافي انا راه تلفت زيت اللوز الحلو البنات. صافي انا هنا كما قلت لكم ضفت ملعقه كبيره من زيت الزيتون. اوكي، الزيت اللوز الحلو ما عنديش، ما موجودش عندي في الدار، درت زيت الزيتون. ممكن ديروا اي زيت بغيتو، ومن الاحسن يكون زيت اللوز الحلو. حتى زيت الزيتون زوينه. صافي كنخلط هاد العناصر مزيان. من بعد كنضيف عليها 3 المعالق من جيل الصبار. وممكن انكم تستغنوا على جيل الصبار وديروا زريعه الكتان، كتحطوها مع كاس د الماء حتى كتغلى، حتى كتاخذوا داك الجيل ديال زريعه الكتان وتضيفوها لهاد الخليط اللي حصلتوا عليه. انا هنايا درت جيل الصبار من هاد العبوه هادي. اذا غندير 3 المعالق كبار. نخلط العناصر مزيان 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 باش نحصل على واحد كريم طبيعي. شو الشكل ديالو غزال البنات، غير هو خلطوه مزيان، خصو يكون مزيج متجانس. فوالا هنايا غادي نضيف واحد الاضافه اللي غادي تخفف ليا ديك الريحه ديال الحلبه. شفتوا الكريمي كي الشكل ديالو كي داير على مزويناتو. هنايا غادا نضيف البنات ماء الورد المقطر. ممكن ديروا ماء الورد العادي، انا موجود عندي هذا المقطر. اذا ضفت معلقه كبيره ديال ماء الورد المقطر كتختفي ديك الريحه ديال الحلبه. وحنا حصلنا على محلول كريمي انك تدهني به بالليل. ما غاديش تبقى تدهنوا به بالنهار البنات او الاخوات العيالات، المهم انكم تدهنوا به بالليل. وغادي تبقى تحكوه بشكل دائري من يعني من الاسفل للفوق في الوجه، حتى انه كيختفي هذاك المحلول ديالكم نهائيا. ومن بعد انكم ممكن تدهنوا عليه بالمرطب الدهنه ديالكم باش كدهنوا، وتنعسوا حتى الصباح وتغسلوا وجهكم بالماء عادي ديال الروبيني. وهكا يوميا بالاستعمال اليومي انكم كتحصلوا على واحد النضاره في الوجه، والكلف كيمشي والبقع كتزول البنات. هاد الوصفه ممكن انك تحتفظي بها في زجاج، يعني في قريعه ديال الزاج. ما ديروش البلاستيك البنات، ديروا قريعه ديال الزاج واحتفظوا بها في الثلاجه ديالكم مده اسبوع كامل فقط. يعني ما تفوتوش اسبوع وصافي ما كتبقاش صالحه هاد الوصفه هذه. يعني هاد ديروا الكميه اللي غادي تحتاجوا نتوما فيها مده اسبوع. وكما قلت لكم قريعه الزاج وصفه رائعه رائعه جدا باش انكم تحيد لكم الكلف في الوجه. المراه اللي ولدات وعندها داك الاثر ديال الكلف، التصبغات، حنا راكم عرفتوا حنا بحر هذا الصيف، يعني كاين اثار الشمس، كاين اثار الناس اللي مشاو للبحر وهذا. اذا هذه وصفه فعاله جدا جدا، جربوها. وانا ما كنعطيكمش الا وصفه مجربه البنات، ووصفه رائعه 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 جدا. كما قلت لكم ابقى دهنوها بشكل دائري حتى كيختفي هاد، حتى كتختفي لكم هاد الكريم هذا. ما كيبقاش كتشربوا البشره ديالكم كتشرب هاد الكريم هذا. مواد طبيعيه كلها طبيعيه، ما فيهاش مواد كيماويه. ما تخافوش على البشره ديالكم، تنقي لكم الوجه، تصفي لكم الوجه ديالكم. كتبقاو بهذه الطريقه هذه يوميا. ملي تبغيو تنعسوا بالليل كما قلت لكم البنات، صافي ملي تبغيو تنعسوا بالليل بقى ديروها حتى تشرب البشره ديالكم هذا الكريم. عاد من بعد دهنوا بالكريم الدهنه باش كتبغيو تبغيو تنعسوا بالليل، الصباح نوضوا غسلوا وجهكم صافي، ما في بدون تعقيدات البنات. صافي تبيض، تزيل البقع، الكلف، البقع الغامقه في الوجه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما تنسونيش من لايك والشير شير. الا كنتوا اول مره غادي تشوفوا الفيديو كما قلت لكم اللايك البنات، الفيديو بدون لايك ما تيسوى حتى حاجه. يلا الله يرحم لكم الوالدين، اللايكات، وجزاكم الله كل خير ووفقكم الله لما فيه خير لكم ولنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.